ازيكم عاملين ايه؟ دايما اكبر عدو للفراخ هو الفرشة. لو الفرشة مظبوطة بتبقى كل حاجة للفراخ مظبوطة. طبعا مع نظام الاكل اللي بنعمله مع العلاج مع كده فبتلاقي الدنيا ظابطة معاكي. طيب الفرشة دي عبارة عن ايه؟ يا اما تبن، يا اما نشارة، يا اما فرشة بلاستيكية. طيب مميزات وعيوب الحاجات دي ايه؟ التبن بيقولوا ان هو رخيص ومتوفر، ولكن انا عايشة في الارياف وعارفة ان هو لا رخيص ولا متوفر. صعب جدا تحصلي على التبن. المزارعين ما بقوش يطلعوه بالساهل من الارض ويبيعوه لاي حد. وكمان سعره غالي. طبعا ده حاجه عشان الناس اللي بتقول ان هو رخيص ومتوفر، لا المعلومه دي مش صح خالص. طيب بيدفي في الشتاء كويس تمام. شكله مريح لشكل للفراخ، الفراخ بتستريح فيه عشان حجمه صغير كده، وبقى الفراخ يعني بتحس انها مرتاحه معاه. طب عيوبه ايه؟ بيعمل رطوبه ويعمل امونيا ويعمل ريحه وحشه. تنظيفه صعب لان طبعا اقل شويه بلل فيه بيوسخه جدا بسرعه، وبيسبب مشاكل في التنفس، ومش بيمتص الرطوبه كويس بس احنا مضطرين عليه. طيب دي مميزات وعيوب التبن. طب ندخل على مميزات وعيوب النشاره. النشاره، نشاره الخشب اللي هي بتاعت النجارين، دي بتمتص الرطوبه بامتياز، يعني ما بتخليش فيه رطوبه خالص، وبتقلل الامونيا، وانضف واسهل في التربيه، وبتقلل الامراض والمشاكل بتاعت الرجلين بتاعت الفراخ. طيب مناسبة في التربية في الأعداد الكبيرة، لما تكوني هتربي أعداد كبيرة مناسبة جدا. طيب عيوبها إيه؟ هي أغلى من التبن طبعا، ده مفيش كلام، مهما يكون التبن هنقول عليه سعر رخيص أو غالي، هي برضو أغلى منه. طيب مش متوفرة في أغلب الأماكن، مش سهل تلاقي نشارة. أغلب الناس بتاخدها تستعملها في حاجات كتير، الناس اللي بتبقى عاملة اماكن للشوي فوق سطح بيتها بتاخدها تشوي بيها. بياخدوها يستعملوها طبعا الفراخ، واغلب النجارين والكلام ده بيكونوا مربين فراخ برضو، بياخدوها يستعملوها للفراخ بتاعتهم فما بيبيعوهاش. ولو ورش كبيره بيبقى ليها مصادرها اللي بتوديها في اماكن معينه، الله اعلم بتوديها فين، او ممكن تكون بتوديها المزارع الكبيره بتاعت الفراخ. طيب ولو النشاره بتاعت الخشب ناعمه، دي ممكن بتعمل غبار، وده بيأثر على التنفس بتاع الفراخ. فطبعا من هي افضل حاجه، بس لانها ايه برضو ليها عيوبها. طيب الفرشه البلاستيك. الفرشه البلاستيك حل ممتاز، تكلفه اعلى، وبتقلل نفوق الفراخ، والنظافه اكتر. الرطوبه بتقلل الرطوبه جدا للفراخ، فالفرشه البلاستيك ممتازه، ولكن لازم تكون معموله بنظام معين عشان ما تاثرش على رجلين الفراخ وتسبب مشاكل فيها. طيب جينا قلنا الثلاث حاجات دول. طب احنا الناس تعمل ايه؟ اعملي المتوفر عندك، المتاح بالنسبه لك. لو انت قادره تعملي البلاستيك تمام، قادره تجيبي التبن متوفر تمام، يعني على كل واحد على حسب. وبنحافظ على نظافه الفرشه على قد ما نقدر، لان الرطوبه زي ما قلنا في الاول هي العدو الاول للفراخ. اي فرشه ما بتنشفش بتعمل نفوق وتعمل امراض، وبتعمل طبعا خساره جامده في الفراخ. فربنا يتوب علينا من القصه دي كلها. واصلا تربيه الفراخ بقت صعبه جدا، تربيه الطيور اصلا صعبه جدا. ولكن احنا بنقول احنا بنحاول نعمل حاجه من البيت نظيفه عشان نحافظ على اولادنا من الامراض اللي موجوده في كل الاماكن.